مساء الخير إن كان مساء، وصباح الخير إن كان صباحا. معنا عملة جميلة وهي 10 مليمات الملك فاروق الأول ملك مصر. فاروق الأول ملك مصر. زي ما احنا شايفين العملة اهي عملة أصلية جميلة حلوة. ملك ولا كتابة؟ ادي ملك كتابة. يلعب ملك ولا كتاب، عشان كده كانوا دايما بنقول ملك ولا كتابة. اهو ملك كتابة ملك. نرجع لمرجوعنا. العملة ديت نرجع لمرجوعنا، طبعا احنا مش بنلعب يعني، احنا كنا بنهزر بس معاكم. دوت فاروق الأول ملك مصر 10 مليمات. العملة دي زي ما احنا شايفين واضحة التفاصيل بتاعتها، والتفاصيل البدلة التشريفية اللي هو لابسها واضحة، بدلة التشريفة. ظاهر هو هنا ببدلة التشريفة. وزر الطربوش اهو باين زر الطربوش وتفاصيل وجهه. تمام. ادي كده الوجه الاول. الوجه الثاني 10 مليمات المملكة المصرية 1941 ميلادي 1360 هجري. دي المعلومات عن العملة زي ما احنا شايفينها. العملة دي حاليا سعرها حوالي 50-60 جنيه. ده سعرها الحالي، وطبعا بيبقى حسب حالتها. لو هي طالعة عنصر كأنها لسه خارجة من دار الصك هتلاقيها تعمل أعلى من كده، لكن الحالة اللي هي بالقطعة اللي معايا بالحالة اللي انتوا شايفينها في الصورة دي بتعمل ما بين 50-60 جنيه. انت وشطارتك بتشتريها. ما نسمعش أرقام خزعبلية بألافات والكلام دوت، الكلام ده غير صحيح بالمرة. هي القطعة دي بالحالة دي بتعمل زي ما احنا قلنا 50 جنيه 60 جنيه. أهو شايفين الشكل اهو. الوجه هو دوت والوجه ده. لو هي حالة أنصر يعني كأنها لسه خارجة من دار الصك ولا مسيتهاش إيد، وطبعا أصلية مش مضروبة، بتعمل لها 300 جنيه 300. ده الحد الأقصى للعملة ديت في الوقت الحالي. طبعا هي ممكن إذا أنت احتفظت بيها فترة من الزمن ممكن سعرها يعلى. ونكرر مرة تانية إن سعر العملة بيتحدد طبقا لحالتين يا أصدقائي. الحالة الأولانية رقم واحد نظرة العملة. نظرة العملة بمعنى إنها ما تسكش منها ملايين القطع. دي أول حاجة، يعني ما تسكش منها ملايين القطع متوفرة بوفرة يعني. رقم اتنين حالتها. أول حاجة أول حاجة احنا قلنا كده نظرتها. تاني حاجة حالتها. تالت حاجة في حاجة بيبقى اسمها أخطاء الصك. وأخطاء الصك دي برضو بتحدد سعر العملة وليها دور جميل أوي في أخطاء الصك. يعني مثلا أخطاء الصك مثلا هقول لكم زي يعني هتلاقي مثلا زي ما احنا شايفين كده هو أذن الملك مثلا هتلاقيها مثلا مش في مكانها، راجعة لورا مثلا باتجاه اللي احنا بنسميه في مصر القفا يعني. مثلا دي كده هو هتلاقي في بتاع ده هو يعني هتلاقي ده مثلا يعني خطأ صك كده. هتلاقي مثلا الناحية التانية مثلا بدل ما مكتوب 1900 كده مثلا هتلاقي هنا ايه. هنا بدل ما هتلاقي 1900 هتلاقي مكان 1941 مكان 1360. ده برضو خطأ صح. بقول لك مثلا يعني انا بقول لك يعني كمثال. يبقى احنا قلنا كده عشان احنا كده عرفنا
إن سعر العملة بيتحدد بنظرتها إذا كانت نادرة ولا متوفرة. تاني حاجة بحالتها إذا كانت حالتها كويسة أنصر ولا شعبي يعني متبهدلة وطلعان عينيها. ده احنا بنسميه شعبي، اللي هما في سوق العملات بنسميه شعبي، إصدار شعبي، يعني حالة شعبية يعني متهالكة. دي بقى هتلاقيها رخيصة بقى، يعني انت ممكن تلاقي مثلا حالة شعبية ممكن تشتريها ب5 جنيه ب10 جنيه، تكاد تكون ممسوحة واللي باين فيها باين بالعافية، فهتلاقيها مثلا ب5 جنيه كده. ده اللي هو بيبقى اسمه شعبي. أنصر كده، واخد لي بالك، حسب الحالة بتاعتها، نظرتها، أخطاء الصق اللي موجودة فيها. هي دي الحالات اللي بتحدد العملة. الكلام ده يا فندم حضرتك بينطبق على العملات الورق وبينطبق على عملات المعدن، عشان حضرتك تبقى شيء عارف إذا كان العملة دي قبل ما تدفع فيها تمن كبير وتتخدع لا قدر الله، يبقى حضرتك عارف إن سعر العملة بيتحدد 3 حاجات: نظرتها، النضرة أو الوفرة، حالة العملة إذا كانت هي جيدة أنصر ولا شعبي متهالكة، أو فيها أخطاء صك أو ما فيهاش أخطاء أخطاء صك. طبعا دي بالنسبة للعملة المعدنية. أخطاء طباعة بالنسبة للعملات الورقية. أتمنى إن إحنا طبعا نكون أفدناكم، وأتمنى طبعا إن حضراتكم ما تنسوش اللايك عن الفيديو إذا عجبكم، والسبسكرايب للقناة عشان يجي يأتيكم كل جديد بإذن الله تقدروا تتابعوه. وكمان أتمنى من حضراتكم إن تحت اسم القناة في كلمة التواصل، لما حضرتك هتدوس عليها هيطلع لك هيطلع لك رقم الواتساب بتاعنا الخاص بالقناة. حضرتك هتقدر تتواصل بيه مع القناة، وتقدر تعرف مثلا لو حضرتك عايز تعرف سعر عملة كام قبل ما تشتريها، أو لو حضرتك عندك عملة وعايز تعرضها للبيع تعرف برضه دي سعرها كام قبل ما تتباع، عشان خاطر ما تتخدعش لا قدر الله في الشراء أو في البيع. بس طبعا حضرتك هتبعتها على الواتساب بالصور واضحة. وطبعا أتمنى إن حضراتكم مرة أخرى، فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. وطبعا يا ريت طبعا يكون يعني فضلا يعني تعليق جميل يكون على الفيديو، تشجيع لينا وللقناة، وطبعا لايك. وأشكركم جدا يا أصدقائي، وأتمنى إن احنا نتواصل بإذن الله دائما في الخير. وإلى اللقاء بإذن الله في لقاء قادم بإذن الله مع عملة جديدة قديمة. باي باي.